للايقاف، بينما اشبيليا من دون فارغاس، من دون ادامز للاصابه. شاركت اليوم خوانلو سانشيز، عودة خوانلو للمشاركة. آخر مباراة اليوم للسوسو مع فريق اشبيليا، سيودع عشاق الأندلسي في ملعب بيسخوان. آخر مباراة لاشبيليا هذا الموسم على ميدانه. الجولة القادمة سيلعب الفريق أمام فياريال في ملعب الغواصة الصفراء في ماريال في سانتياغو الرابيو. سيستضيف الريال سوسيداد. كل مباريات الجولة رقم 37 تقام في نفس التوقيت. البطل برشلونة على ميدان يستضيف فياريال. عرفنا البطل وعرفنا الوصيف. اتلتيكو ثالث 70 في 27 والتعادل صفر في ملعب بيسخوان. أردا جولير ضيع تابع كيليان مبابي، يرجع كرة اليوم يضم بعنفوان عند الريال مدريد. 4 مواجهات زملاء اللي سبب مشكلة حقيقية للريال، فوز بلقب الشامبيونز ليج. الكرة ترجع من الدفاع والتسديد، لكن كرة تنتقل برا إلى ضربة مرمى. بيلي جود موسم ماضي كان النمبر 1، ولكن هذا الموسم دفاعات ريال مدريد تلعب أمامية عند في منطقة اشبيليا. يربحها في 6 مناسبات. كرة قوية من بعيد تنتهي خارج الملعب إلى ضربة مرمى من بعيد. وأول ثنائية في تاريخ هذا النادي للحارس نيلاند. هذا سوسو كرة سوسو لبرا. سوسو آخر مباراة سوسو على مربين يحاول ينشط المباراة بكورتين والانتر كونتيننتال مرة 4-1. فريق الريال كرة طويلة باتجاه مبابي. بوسكيتس يشعر البطاقة الحمراء. الطرد يطرد لويك بادي. قام بالمسك الواضح الفرنسي على كيليان مبابي. المباراة بدأت 9 مرات. كرة منطقة جزاء اشبيليا وراسية تنتهي خارج الملعب إلى ضربة مرمى امام تشوميني، امام اللاعب اغومي لاعب اشبيليا. منطقة الجزاء لاشبيليا والدفاع. المرمى السابق لاشبيليا. تضيع الكرة هنا اكيد. هنا كرة من مبابي. اشبيليا وما يستحق الجمهور في وسط ملعب كيليان. تضيع الكرة عليه. ترجع بكرة عرضية عند خطيرة والتصدي من شرب يلعب كرة عند لوكي باكيو. يقطع أردا ما يمرش. للمرنجي عرضية من فران أولى هجومية. ولك السوبر الإسباني ربيك اشبيليا من خلال فران كارثية عرضية تبعت كرة من دفاعات فريق اشبيليا، بينما هناك صفارة. حتى وان كان رهان يرفع كرة سوسو، خروج خاطئ من لونين والكرة إلى ضربة مرمى لريال في العمق تنتهي صالة. الصراع في طويلة أقرب للحارس نيلاند 2026 يوم كيليان ما يمرش. بابي ارجع له خوانلو 26 تشوميني أكثر من الألقاب المحلية. بي فارق كورة من كيليان لكن لقب دوري وحيد وعندهم اشبيليا. المحاولة خطيرة والكرة لبرا. التسديد من فالفيردي. يرفع كرة منطقة جزاء اشبيليا. مر مبابي والدفاع حاضر ياخذ كرة ولكن قبل عام 90 هنا نقلات من شباب ريال مدريد بينما اللمس باليد موجودة. تطلب الكرة عليه تضيع. محاولة خطيرة اشبيليا يهبط مرمى الريال. لونين يتصدى كان قريبا هدف ولكن في صفرة والتدخل حاضر. يلعب عبد ينقل كرة تشوميني بعيدة. يرفع كرة فرانس عند الحارس يتدخل خكوبا. اندريك يمر اندريك والدفاع. اندريك قسم 2 لوكي باكيو. مبابي
في الشبكه، لا يضيع مبابي وجها لوجه، يضيع اسهل كوره، يضيع الجوليادور هدف الليغا، ضيع فرصة تعزيز رصيد التهديفي بعد كورة من مودريتش اعطاها له المايسترو، انطلاق كيليان وجها لوجه ولكن لم يعد طويلة، ترجع تتغير، يتابعها الحارس مرتين والكرة تبعد، كرة تابعها الحارس نايلاند، ترجع للريال، مبابي سدد والحكم يوقف اللعب، إصابة جودي، تعرض للإصابة الصربي، لا يرفع كرة فران، تدخل هنا يحاول الشوط، مبابي راق ولكن انتفاع في آخر لحظة. الشوط الاول خد الكره الفار جول لا ضيع غارثيا ستندم عليها يا الفارو، فرصه لا تعوض، فرصه لا تتاح في ظل الوضعيه اللي يمر بها سيفيا. كره خداها تشواميني البرق والدفاع، حاول الى التماس لوكا عند فرانك غارثيا، مودريتش كرة قوية لبرا الى ضربة مرمى. ريال اخر مرة رباح خارج القواعد كان في الجولة 33 في الكوليسيوم لوكا لعب قريب عرضية ولكن التغطية تتم، الحلول عند لوكا كبير في السن شعر الدفاع، هنا محاولة المرور، ترجع كرة انطلاقة لفريق السيفيا والدفاع، كرة في منطقة اشبيليا، تغطية موجودة وركنية للريال مدريد امام مبابي سدد كرة الى الركنية، كرة للركنية، انطلاقة لفريق اشبيليا والكرة منطقة الجزاء تبعد، اندريك فيليبي يغادر ملعبه ودخول في الهدف ياتي، لا الهدف ياتي يضيع على مرتين، كان قريب فالفيردي كرة بعدها جودي والثانية التغطية موجودة، يقترب الريال من التسجيل، يقترب الريال بالانتصار في الميدان ولكن كرة اخذها جومي، شهادة احراز 5 اهداف ريال، هدف فران البرسا 86 نقطة، ترجع منطقة فريق اشبيليا، الان كيليان مبابي لبرا، غالب ركنية مبابي، ركنية للمارنكي والتاريخ يدون، ترجع كورة فريق ريال مدريد، اردا جولير، فيكتور مونيز عرضية، هدف لريال مدريد ولكن يقطع كورة اخوان. مبابي هيا بالشبكة يا ولد يا معلم، كي جول كي تيرو كي مارابيا، يسجل كورة قوية جدا، هدف رائع عن طريق الجوليادور مبابي، يسجل الهدف رقم 29 في رصيده، هداف الليغا الاسبانيه من بعيد، واخيرا تغيرت النتيجه، لم ينتهي لقاء سلبيا في بسخوان بين الفريقين منذ سنوات، منذ عام 82 اخيرا شاهد كره مبابي من خارج المنطقه ثبتها كيليان بعيدة صعبه رغم محاوله نايلاند، الريال يسجل، النتيجه الان 1-0، ريال اللي ظل يبحث عن هدف، فيكتور فاز بالسوبر ايضا الاوروبي، تنك ريال مدريد عبر السنوات وتوج دار والثاني، الهدف الثاني نعم في الشوط سجل شوت فيري جود يس فانتاستيك، يسجل الانجليزي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، كرة كملها الشوط بيلينغهام، سجل بيلينغهام ونتيجة 2-0. شوف الكرة فيكتور مونيز يرفع كرة بالمقاس امام الراسية ومتابعة اخيرة من جانب اللاعب الانجليزي، الإعادة لهدف الريال.
2-0. شوف الإعادة من جديد. Me ha gustado. Del Mónaco, Marc Brau, tú Y apunta arriba en bolo y balón. y atención porque puede llegar el primer gol del Barça, el pase de la muerte, arriba, la tuvo, Pau Víctor, se le fue arriba ese remate, Y eso ha dificultado el remate. Un remate cogido portería. No era que de momento le está ganando la partida Kerer, una gente por dentro. Y ahora ese fuera de juego clarísimo de Balogun que estaba en... Sí, al Mónaco. Pues mira, hablando de profundidad, esto que no se para. En la pretemporada, ojo. Ojo a ese pase de la muerte. Piden penalti, pero ahí no hay nada. Ni hay para hoy que pueda entrar. Os iba Que bien ha movido esa pelota para Pau Víctor. El a marcar en Primera Federación. Por cierto, primer desde la esquina, balón cerradito. Concentrado, atención al ataque del Barça. El pase atrás de Casado, otro saque de esquina para el conjunto azulgrana. Casado en este caso, más liberado y menos en la creación y más. Recibe otra vez Rafinha, le hacen falta a Rafinha, clara la falta cometida sobre el brasileño. Un detalle, Mario, nos gusta poner etiquetas, doble pivote, y aquí hay mucho más, ¿no? desde pretemporada. Mario, lo que has comentado aquí en Barça. Pero si quieres jugar como el Barça, que quieres jugar dominante. Ojo al córner, perdona Tony, el remate de cabeza de Íñigo Martínez, una de sus especialidades. Pero yo creo que lo que es del Temporada 14-15. No O sea que me preguntabas por el Barça Pumas y me había tirado el tanto de decirte, fue un 6-0, marcó Lewandowski, marcó 2 goles Pedri, marcó De Jong, que fue, si no me equivoco... Lo vamos a explicar enseguida, porque antes Lewandowski, el golpeo, el balón que lo detiene Philip Kohn, y ojo que se ha hecho daño Robert Lewandowski. sí. Es decir, que es el Barça el que lleva la iniciativa. Ahí ataca el Mónaco. El centro, no sé exactamente yo lo que buscaba Vanders. Disparo, aguanta Pau Víctor, vuelve a Cuando en inicio el juego ahí se puede meter Casado muy bien para iniciar y siempre tiene una salida fácil el Barça. En el compañero ven seguir, ojo a la jugada individual. Se anima el Mónaco, ojo. El pase para Zakaria, el golpeo, balón muy desviado. Touchdown. Sí, la primera... En profundidad, la llegada que puede ser peligrosa, levanta la bandera al asistente fuera de juego. Sí, y aquí luego ha ido con todo. Era... La mayoría de los futbolistas que tienen Es que entre lesionados y jugadores... que sale la foto esa que hemos visto de seis futbolistas con medalla, 3 campeones olímpicos. Víctor buscando a Robert Lewandowski, el control con el pecho de Lewandowski, se le va la pelota, se trastabillea Robert Lewandowski, que no pudo hacerse con el control en las mejores condiciones. Quiere salir el Mónaco. Por cierto, aprovecho para meteros la cuñita y todos los telespectadores de Barça One que nos estén escuchando, ¿el jueves tenéis planes? Bueno, yo la verdad es que no lo sé si los tendré o no porque voy al día. Pero que sepáis que el otro día Dani Olmo no solo nos dijo 3-4 frases en el micrófono. Estuvimos media horita con él. Estuvimos paseando por el nueva oficina comercial del Barça y nos estuvo contando cómo ha sido su fichaje, cómo se siente, cómo fue su pase por el fútbol formativo, con qué compañeros se ha sentido mejor en el terreno de juego, qué objetivos tiene, qué recuerdos tiene de su paso por la cantera. Todo esto que os estoy contando, media horita a solas con él el jueves en Barça One. Pues yo no me lo voy a perder, sin lugar a dudas, porque tengo ganas de conocer aún más cosillas de Dani Olmo, el flamante fichaje del Fútbol Club Barcelona. Hace mucho calor en el estadio, hace mucha humedad y por ese motivo ahora tenemos la para, le puede pegar con la zurda, le pega Shakir, el centro al segundo físicamente, además hemos visto el gol de aquella el pase de Íñigo Martínez sobre el pivote, en este caso Marc Bernal, no leyó la presión que le venía, estaba de espalda, un poco más perfilado el centrocampista y le robó el balón claramente. Ahí lo vemos como no ve la llegada, gira, hace el gesto de la cabeza, pero lo hace para el costado contrario y le vino Lamine Camara por el otro costado. Y vemos que... A la carga el Barça, ahí está el centro de Valdés, no está dentro del área, puede marcar el Barça Lewandowski. Ahí recibe Gundogan, el pase al segundo palo, le van a pedir falta a Robert Lewandowski. Mario, pero qué ventaja hay que te pivote y aquí hay mucho más, ¿no? Desde pretemporada, Mario, lo que has comentado aquí en Barça. Pero si quieres jugar como el Barça, que quieres jugar dominante. Ojo al córner, perdona Tony, el remate de cabeza de Íñigo Martínez, una de sus especialidades.
pero yo creo que lo que es el temporada 14-15. No, O sea que me preguntabas por el Barça Pumas y me había tirado el tanto de decirte, fue un 6-0, marcó Lewandowski, marcó 2 goles Pedri, marcó De Jong, que fue, si no me equivoco, lo vamos a explicar enseguida, porque antes Lewandowski, el golpeo, el balón que lo detiene Philipp Cohn, y ojo que se ha hecho daño Robert Lewandowski. Es decir, que es el Barça el que lleva la iniciativa. Ahí ataca el Mónaco. El centro, no sé exactamente yo lo que buscaba Van der. Disparo, aguanta Pau Víctor, vuelve a Cuando en inicio el juego ahí se puede meter Casado muy bien para iniciar y siempre tiene una salida fácil el Barça. En el compañero Benseguir, ojo a la jugada individual. Se anima el Mónaco, ojo. El pase para Zakaria, el golpeo, balón muy desviado. Touchdown. Sí, la primera en profundidad, la llegada que puede ser peligrosa, levanta la bandera al asistente fuera de juego, Sí, y aquí luego ha ido con todo. La mayoría de los futbolistas que tienen es que entre lesionados y jugadores. Que sale la foto esa que hemos visto de seis futbolistas con medalla, 3 campeones olímpicos. Víctor buscando a Robert Lewandowski, el control con el pecho de Lewandowski se levanta. Bueno, yo la verdad es que no lo sé si los tendré o no porque voy al día. Pero que sepáis que el otro día Dani Olmo no solo nos dijo 3-4 frases en el micrófono. Estuvimos media horita con él. Estuvimos paseando por la nueva oficina comercial del Barça y nos estuvo contando cómo ha sido su fichaje, cómo se siente, cómo fue su pase por el fútbol formativo, con qué compañeros se ha sentido mejor en el terreno de juego, qué objetivos tiene, qué recuerdos tiene de su paso por la cantera. Todo esto que os estoy contando, media horita a solas con él el jueves en Barça One. Pues yo no me lo voy a perder, sin lugar a dudas, porque tengo ganas de conocer aún más cosillas de Dani Olmo, el flamante fichaje del Fútbol Club Barcelona. Hace mucho calor en el estadio, hace mucha humedad y por ese motivo ahora tenemos la y apunta arriba en bolo y balón. Y atención porque puede llegar el primer gol del Barça, el pase de la muerte, arriba. La tuvo. Pau Víctor. Se le fue arriba ese remate. Y eso ha dificultado el remate. Un remate cogido portería. No era que de momento le está ganando la partida Kerer. La gente por dentro. Y ahora ese fuera de juego clarísimo de Balogun que estaba en... Pues mira, hablando de profundidad, esto que no se para. En la pretemporada, ojo. Ojo a ese pase de la muerte. Piden penalti, pero ahí no hay nada.